رسالة مهمة جدا لجماهير النادي الأهلي. خلصنا خلاص حالة الإحباط، خلصنا خلاص حالة الزعل اللي انتابت الجماهير اليومين اللي فاتوا بسبب نتيجة لقاء الأهلي والوداد واللي انتهى في استاد القاهرة بفوز الأهلي 2-1. طبعا أنا مقدر زعل الجماهير وإحباطهم، إن جماهير النادي الأهلي كان نفسها الأهلي يكسب 2-0 أو 3-0 علشان يحسم الأمور تماما من استاد القاهرة. ولكن بحب أطمنكم وأقول لكم إن شاء الله النادي الأهلي بطل لدوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخه، وده إن شاء الله اللي هنسمعه يوم الحد من استاد مركب محمد الخامس في كازابلانكا. إزاي الأمور ديت؟ تابع معايا الفيديو للآخر وأنا هقول لحضرتك إزاي الأهلي يقدر يكون بطل لدوري أبطال أفريقيا. في الأول ما تنساش اللايك والمشاركة، ولو بتتفرج علينا من اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس. أول حاجة احنا هنقيس الحالة الفنية، هنعمل مقارنة ما بين النهائي بتاع السنة الحالية ما بين الأهلي والوداد والنهائي بتاع السنة اللي فاتت علشان أوصل لكم ازاي الأهلي يقدر يفوز بالبطولة. أول حاجة لو عملنا مقارنة بين الحالة الفنية هنلاقي إن الحالة الفنية للنادي الأهلي حاليا أقوى بكتير من الحالة الفنية اللي كان عليها النادي الأهلي في نهائي العام الماضي. علشان كده أقدر أقول إن النادي الأهلي يقدر يعمل نتيجة إيجابية في كازابلانكا سواء بالتعادل مع الوداد أو الفوز عليه في ملعبه إن شاء الله. الحالة الفنية مهمة ليه؟ النادي الأهلي لو واقف على رجله والنادي الأهلي قوي في الفترة دي على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج وعلى مستوى اللعب الجماعي أو على مستوى القدرات الفنية للاعبين، فأنت تطمن وتحط في بطنك بطيخة صيفي. أنا في اللحظة دي مش هيهمني أنا بلاعب مين، أنا في اللحظة دي مش هيهمني المستوى الفني بتاع الفريق اللي قدامي، طول ما أنا واقف على رجلي وأنا في حالة فنية قوية جدا ومستواي عالي في الفترة دي ما يهمش هلاعب مين، انا هروح اكسب او اتعادل، وده ان شاء الله اللي الاهلي هيعمله يوم الحد باذن الله. النقطة التانية اللي هنتكلم عليها ان الفرق بين النهائي السنة دي ونهائي السنة اللي فاتت ان السنة دي مباراتين ذهاب وعودة، مباراة لعبت في القاهرة خلصت 2-1 ولسه في مباراة عودة. اما نهائي السنة اللي فاتت النهائي الظالم المشبوه كان هو مباراة واحدة اللي اتلعبت في المغرب. طيب احنا خلصنا المباراة الاولى كسبنا 2-1، دي هتفيدنا في ايه؟ لا ده هتفيدنا في حاجات كتير جدا. يعني انت ما تاخدش منظور النتيجة من منظور واحد وان احنا كسبنا 2-1 ان 1-0 في المغرب للولاد خد البطولة، انت كده بصيت للموضوع ده من منظور واحد بس. احنا هنبص للنتيجة دي من كل الزوايا علشان نوضح لحضرتك ان الاهلي فرصه اكتر بكتير من الوداد المغربي. نتيجة 2-1 بيبقى فيه 3 احتمالات. اول حاجة فوز وتعادل وهزيمة. الفوز اي نتيجة فوز للاهلي فهو بطل افريقيا، خلاص يبقى احنا نركن الفوز على جنب. تاني نتيجة وهي نتيجة التعادل، اي تعادل للنادي الاهلي سواء تعادل سلبي بدون اهداف او ايجابي 1-1 2-2 اي نتيجة الاهلي بطل افريقيا. يبقى كده من ال3 احتمالات الاهلي لغاية دلوقتي معاه احتمالين. الاحتمال الثالث وهو الهزيمة. واحد يقول لك خلاص مش مشكلة الهزيمة، لو اتغلبنا من الوداد يبقى الوداد بطل افريقيا. لا، احنا لينا نص احتمال في الهزيمة كمان. بمعنى ايه؟ الاهلي لو اتغلب من الوداد 2-1 يبقى احنا كده وصلنا لتعادل وضربات الجزاء هي اللي تحكم ما بيننا. الاهلي لو اتغلب فرق 1 من الوداد زي نتيجة 3-2 او 4-3 الاهلي بطل افريقيا. علشان نيجي نعكس الامور ونوضحها لحضراتكم اكتر، الوداد علشان ياخد افريقيا لازم يكسب نتيجة 1-0 او يكسب فرق 2 باي نتيجة، بمعنى 1-0 او 2-0 او 3-1 او 4-2 او اي نتيجة ما شابه. لكن فرق 1 في مصلحة النادي الاهلي، 3-2 4-3 5-4 انا بطل افريقيا. الحالة الوحيدة اللي هي التعادل هي نتيجة 2-1، يعني 2-1 هنبقى زينا زي الوداد، خلاص في وقت اضافي في ضربات جزاء، ده موضوع تاني خالص. يعني كده اللي بنخلص منه ان الاهلي في نتيجة الفوز والتعادل والهزيمة عنده فرصتين ونص
اما الوداد المغربي عنده نص فرصة فقط. هو ده الفارق. الفوز ابقى بطل افريقيا، اي تعادل ابقى بطل افريقيا، نص الهزيمة ابقى بطل افريقيا. لو اتغلبت 2-1 ولعبت ضربات جزاء وكسبت بقيت البطل، لو اتغلبت 3-2 او 4-3 فرق واحد هبقى انا البطل. اما النص الوحيد اللي الوداد بيلعب عليه ان هو يكسب بنتيجة 1-0 او حتى 2-1 ويتعادل وقت اضافي ضربات جزاء، او يكسب فارق 2. احنا فرصتنا اقوى، احنا فرصتنا ان شاء الله باذن الله في الفوز بالبطولة اقوى بكتير من الوداد المغربي. احنا مستوانا الفني اعلى منهم بكتير، فاحنا ما نخافش. ارجع للتاريخ وارجع للنادي الاهلي، اعرف مين هو النادي الاهلي. احنا في 2006 لما لعبنا الصفاقسي التونسي وتعادلنا هنا في القاهرة 1-1، رحنا هناك في ملعبهم وسط جماهيرهم بالهدف الشهير لمحمد ابو تريكة انتزعنا البطولة من قلب تونس هناك. ارجع ايضا ل 2012 لما كنا بنلعب الترجي هنا في ملعب برج العرب وانتهت المباراة ايضا بالتعادل 1-1. كان وليد الهشري للترجي اتقدم للترجي التونسي، بعد كده هدف التعادل احرزه السيد حمدي. رحنا هناك ايضا في تونس كسبنا الترجي وسط جماهيره وخدنا الكاس، كسبناه ساعتها 2-1، كان جون محمد ناجي جده، والجون الثاني الشهير بتاع وليد سليمان. وكمان في المباراة دي ابو تريكة نزل كان احتياطي وضيع ضربة جزاء. يعني التاريخ بيقول ان احنا نقدر، ونقدر بمنتهى السهولة. احنا لسه لاعبين معاهم السنة اللي فاتت وحافظين الاجواء وحافظين الدنيا هناك عاملة ازاي. لسه لاعبين مباراة قريبة مع الرجاء هناك وخلصنا المباراة بالتعادل السلبي 0-0 بعد ما كنا كسبانين هنا 2-0. فالامور بالنسبة للعيبة عادي جدا، واخدين على الاجواء، واخدين على الضغوطات بتاعت الجماهير، لعيبة خبرات كلها اللي موجودة في الملعب، فمش هتتأثر بأي حاجة. يبقى الفترة اللي جاية مطلوب من الجمهور نصحصح شوية، نفوق لعيبتنا، ندعم لعيبتنا، ندعم علي معلول، ندعم عبد المنعم، ندعم الحارس اللي هيقف سواء مصطفى شوبير اللي قدم اداء هايل او محمد الشناوي الحارس الخبرة، ايا كان ندعم لعيبتنا عن طريق هاشتاجات، عن طريق رسائل نوصلها لهم. انتوا الاقوى، انتوا الافضل، انتوا هتروحوا تكسبوهم. لا هنحط في دماغنا بقى الشغل بتاع فوزي لقشع، ولا هنحط في دماغنا الحكم الاثيوبي اللي هو مملكة سيما، ولا نحط الكلام ده في دماغنا خالص. احنا نحط في دماغنا ان احنا ان شاء الله هنروح نكسب الوداد في المغرب هناك ايا كانت الظروف، ونرجع ببطولة افريقيا نحتفل بيها جميعا للمرة ال11 في تاريخنا ان شاء الله. اتمنى ان تكون الصورة وصلت لحضراتكم، ونبدأ من النهاردة ان شاء الله دعم لفرقتنا علشان نحقق البطولة بمشيئة الرحمن. النقطة الأخيرة اللي بنأكدها على حضراتكم قبل ما بننهي إن تم اختيار كابتن حسام غالي الكابيتانو رئيس لبعثة النادي الأهلي إن شاء الله اللي هتتوجه للمغرب بإذن الله يوم الخميس. كابتن حسام غالي اختيار موفق جدا، الكابيتانو اللي هيقدر ينقل الخبرات للعيبة لأنه شارك في نهائيات أفريقيا كتير وعالم ببواطن الأمور، يعني هيقدر يوصل لهم الحماس والإرادة إن احنا إن شاء الله بإذن الله نقدر نرجع بالكاس ال11 يوم 11 يوم الحد القادم إن شاء الله، وتبقى احتفالية كبرى لكل جماهير النادي الأهلي بمشيئة الرحمن. في النهاية بحب أشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة. ولو حضرتك بتتفرج علينا أول مرة ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.